اللي راح كان سناك خفيف يهدي النفس، انما اللي جاي عزومة تقيلة تقلب الموازين. الاكلة دي مش بس سهلة، دي اكلة تشرف على السفرة في اي مناسبة. انزلوا بقى بنص كيلو لحمة مفرومة، عليها بصلة متوسطة مفرومة، وانزلوا عليها ببضاية ومعلقة ونص دقيق ونص كوباية بقدونس، وكمان ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة وبابريكا. اهجني بقى الكلام ده كله مع بعضه وسيبيها في التلاجة ربع ساعة. حطي بقى طاستنا على النار وانزلي ب3 معالق زيت، وانزلي عليهم ببصله متوسطه مكعبات، شوحيهم كده لغايه اما يصفروا معاكي، واول لما يصفروا انزلي بمعلقتين كبار من الباربيكيو، قلبي فيهم لمده ثواني. عزيزي المشاهد اوعى تنسى تصلي على النبي وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. انزلي بقى بجزريه ونص بشوريهم كويس، وانزلي على الخلطه بتاعتنا. افضلي بقى قلبي فيهم لغايه اما الخلطه بتاعتنا تدبل شويه، وهتلاقي الحجم بتاعهم كش شويه. انزلي عليهم بقى بحبايه قرن فلفل الوان بس يكون اللون الاحمر، واوعي تنسي يكون متقطع مكعبات صغيره. شوحي فيهم بقى لمده 5 دقايق وكده تبقى خلصت معانا. افرشي بقى ورقه فويل وعليها ورقه زبده، وحطي عليهم اللحمه اللي حطيناها في التلاجة، وابدأي بقى افرديها على شكل مستطيل او على شكل مربع زي ما انت حابه. ابدأي بقى انزلي عليهم بالخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وساوي بيها المربع كله بس ما تجيش على الاطراف. عايزه اقول لكم عزيزي المشاهد ان انا فرحت في الفيديو اللي فات ان كمية التعليقات كان اكتريتها الصلاة على النبي، فما تنسوش دايما وانتوا بتطبخوا تذكروا الله وتصلوا على النبي كتير، ودايما اكتبوا لي في التعليقات حاجة تؤجروا عليها. ابدأوا بقى لفوا اللحمة بتاعتنا رول، وانتوا بتلفوها رول حاولوا اضغطوا عليها كويس. قفلوها بقى بالألمونيوم من الجناب كويس، ونكون غاليين مية. ابدأوا صبوا بقى المية المغلية لغاية اما ترفع عن الساق شوية، ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 250 لمدة 30 دقيقة. هنعمل بقى الصوص اللي هنحطه على الوش، معلقة صلصة ومعلقة هريسة ومعلقة باربيكيو. ويلا بينا بقى على الخلطة اللي هنحطها من تحت. قطعي 3 حبات بطاطس وانزلي بزيت وشوحيهم فيهم لغاية اما يستووا، وانزلي عليهم بملح وفلفل اسود وبابريكا. التوابل دي بتودي البطاطس في حتة تانية، وما تنسوش التوابل دي بنحطها بعد السوا. قلبي بقى تقلبتين بالتوابل وانزلي بالخلطه دي في الطاجن، وقطعي بقى شرايح فلفل الوان وشرايح طماطم وحطيهم فوقيهم. ها كتبتوا حاجه في التعليقات تؤجروا عليها ولا لسه؟ بجد الاكله دي فخامه الفخامه، لو عملتوها مره مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها. وده طبعا من الجمال ولا الريحه اللي واصله للجيران. بعد ما خلصت بنفك الرول منها وبنحطها في الطاجن بتاعنا. انا عايزه اوريكم بس الشكل والجمال بتاعها من جوه قبل ما احط خلطه فوقيها او تحتيها. خدوها بقى هيلا هوب للطاجن بتاعنا ودهنوها بالصوص اللي احنا عملناه اللي هو الصلصه والباربيكيو والهريسه، وحطوا عليها بقى شويه موتزاريلا، وده اختياري من عندي، ودخلتها الفرن. يا دوبك بقى تسيح الموتزاريلا وشكرا كده الاكله بتاعتنا خلصت. رشه بقدونس بقى لزوم التقديم وقطعيها والف هنا. انا عن نفسي ما قدرتش استنى، دقت منها قبل ما تخلص. ما تنسوش بقى تقولولي في التعليقات جربتوها امتى وعجبتكم قد ايه. انا واثقه انكم هتبدعوا في الوصفه اكتر مني. لو حابين تشوفوا وصفات تانية زي دي قولولي وانا جاهزه. بحبكم من قلبي وشكرا على دعمكم اللي بيرفع من معنوياتي دايما.